السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيتكم فلوق جديد. بديت معاكم النهار من أوله، فقت بكري كيف العادة، وهذه من أحلى العادات اللي عندي، إني صيف وشتاء بيع وخريف في كل الفصول وكل الأوقات نقوم بكري، نلقى عندي أكثر وقت مع روحي. إذا نخدم نمشي على راحتي من غير حتى ضغط، وإذا قاعدة في الدار ننظم أفكاري وداري، ونلقى عندي أكثر وقت باش نخرج نقضي قضيتي ونرجع بكري. الفيديو خليته لكم صوت وصورة كيف ما هو. جارتنا مربية جاي تنشيخ عليهم مع صوت العصافر الصباح بكري محليهم عزو. نظميت دويرتي، حضرت حويجة حلوة إن شاء الله نهار نشاركها معكم اللي هي الكوكيز. شربت قهوتي كما قال المصري على رواق. الفيديو مصور في شوية في داري وشوية في جولتي وسط البلاد، قضيت شوية قضيات. خليكم مع الفيديو إن شاء الله ينال أعجابكم، وما تندموش كيف تكملوه للآخر، وما تنسونيش باللايك والكومنتير والسبسكرايب. وإن شاء الله تتحسن وضع البلاد من حسن إلى أحسن إن شاء الله. المهم كملت كالدويرة العزيزة غالية، درت تفرهدت شميت ريحة البلاد، أنا نحبها. ما نحكي لكم مش نعمل مزاجور، نعمل فورماتاج المخي كي نهبط لوسط البلاد، نحب قضيتها، نحب ناخو هكا شوية حاجات يشيب على بخور يشيشة، ما نعرفش علاش قضية وسط البلاد يعجبوني، كل شيء متوفر بحذية. أما أنا نحب نهبط وسط البلاد ونقضيهم، نحب ناكل حويجة هكا تذكرني في أيام القراية والطفولة، منين كان بابا يهزنا ويوكلنا حسيلو.
نحب ديما ناكل هكا الهندي اللي يقشروا فيها كالوليدات اللي برا تلقاه عامل نصبة. انا عرش علاش نحب نشري من عندهم العبيد هذوما ونفرح كي نرى الحاجة هكا تتباع بحب وإنسان يخدم وعاطي مجهوده باش يلقط رزقه. هذا فطوري حسيلو هكا خفيفي. نعرفش علاش التصويره جات كحله، يمكن شي خاطرني عكس الشمس، اما ما بنها ما كلت وسط البلاد. ام بعديك مشيت عملت تحويره هندي، ما يقولك الهندي لازمك تفرش له وتغطيه. افرشت له الفطور ومن بعديك غطيته بالكسكسي في دار امي. بعد ما روحت في الليل اكيد روحت انا، بعد ما ندور في وسط البلاد نحب نقعد في اي بلاصه، نبدأ نتأمل في الناس وهي تمشي وتجي وتتحرك. غير بالحق ما صحيح نصور وأنا شادة التليفون، ما بعد ما نكمل نصور والكل نحب نقعد ونخزر للناس. من اللي صغيرة هوايتي نتأمل، سبحانك يا ربي، نتأمل في شجرة، نتأمل في الناس، نتأمل في عبيد مشي جاية في بلاصة مهما كانت. محليه ما عزو كالوليد حسيلو قلت له ميساج نصور، قال لي صورني ويقشر لي في الهندي ويبايبي عليا وما نعرفش علاش قال لي من غير ما تخلصني، ما نعرفش علاش. قلت له ليه وهذا كلام حسيلو. انا راني وسط البلاد نحبها من جوسكا زيد، من اولها لاخرها، ونمشي برشا على ساقي. الفيديو هذا صحيح ما بديتش صورت معاكم من الاول، اما راني دخلت من الاسواق من اول ما وصلت للباب الخضراء. من باب الخضراء مشيت على ساقي الباب سويقه. باب سويقة دخلت النهج سيدي محرز وكملت طول كيما وريتكم في الفيديو اللي فات. قلت مادامني صورتها في الفيديو اللي فات علاش نعاود نصور انا من الاول جديد. المهم للي وصلت الباب بحر وانا نمشي على ساقي، ومن بعد من باب بحر دخلت في النهج هذايا نسيت اسمه، المهم اللي خرج على بومنديل، اللي خرج نهج الكوميسي ولا نسيت. ومن بعد من بومنديل مشيت لبرشلونة. او باش نوريكم لهنا، فما اخت في الفيديو اللي فات متاع الاسواق سألتني قالت لي كيفاش تمشي من برشلونة. هذه المحطة على اليمين والعلى اليسار النهج اللي وريته لكم هذاك طول يوصلك قدام نهج يهزك نهج اخر، يعني تبدا ماشي كانك للخربه وين توصل ما توصلش للخربه طول تلقى النهج تسالهم انه هو اللي خرج على باب بحر. هو راهو كل الطرق تؤدي الى روما، نجم حتى تتبع السكه هذه تتبعها تلقى روحك في شارع الحبيب بورقيبه. من شارع الحبيب بورقيبه تدور على اليسار تلقى روحك في باب بحر. باب بحر تنجم تسال اي حد تدخل تقول له منين نمشي، نهج سيدي محرز يوصلك ويوريك. حاسيلو هذه برشلونة. محطة برشلونة تذكرني في بابا برشا، كنت ديما نتقابل انا وياه غادي كي يبدا باش يشري لي حاجه، انا بابا ديما يمشي معايا باش نختار حوايجي ملي انا صغرونه. حاسيلو وهكا يكون الفيديو فيه، ان شاء الله يكون خفيف ظريف، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسونيش في الجيم والكومنتير.